السلام عليكم خوتي وخواتاتي. القصه ديالنا غادي تبدا من واحد النهار. واحد السيده ربت بيت، عندها ولد وبنت. البنت كبيره شويه والولد كذلك، وراجلها راجل كبير مريض جالس في الدار. البنت ديالها ايامات ما جاتش للدار، وهي كتتجه لمركز الشرطه كتبلغ بانها البنت ديالها راها غائبه. سولوها البوليس البنت ديالك شنو كدير؟ قالت لهم البنت ديالي كتخدم في الفريز، داك الحقول ديال الفريز، وهي اللي خدامه عليا. قالوا واش موالفه كتغيب؟ قالت لهم لا، موالفاش كتغيب، البنت ديالي هي اللي كتخدم عليا والمستر العيش ديالنا. هي الا ما جبتناش طرف الخبز ما عندناش اللي يخدم علينا، لحقاش انا جالسه والاب ديالها راجل كبير ومريض، وهي اللي كتخدم علينا، ما يمكنلهاش تغيب هادشي كامل. قالوا لها والولد ديالك؟ قالت لهم الولد ديالي راه مع واحد الناس اللي هما كيديروا الخير، وراه خارج المدينه ديالنا في واحد المدينه اللي سميتها مكناس، من هذوك الناس اللي كيخرجوا بحال مالين الحي اللي كيديروا الخير وكيديروا واحد الفرقات، كل واحد شنو كيقول لهم في الاسم. راه ما عايش معانا. المهم قيدوا لها المحضر ديالها وقالوا لها من بعد نتصلوا بك نشوفوا شنو كاين ونتصلوا بك. المهم نخليو القضيه ديالنا حد هنا ونمشيو لبلاصه اخرى. واحد النهار واحد السيده خرجت البيسري كتجري من العماره ديالها، كتجري مشات للبيسري ديال الحومه ديالها. قالت له محمد عتقني اجي تبعني، راهم الدار اللي في الدوزيام ايطاج فيها جوج الناس ميتين. قال لها كيفاش؟ قالت له جوج الناس ميتين، عتقني دابا اجي تشوف شنو واقع. السيد كان في البيسري ديالو، وكان واحد الراجل كينزل له الخبز، قال له شوف بقى هنايا، انا جاي نشوف شنو كاين ونرجع. السيد بالخلعه تابع داك المراه وكيقفقف ومخلوع، طلع للدوزيام ايطاج. قالت له اتصل بالشرطه بالتليفون ديالك، اتصل بالشرطه. جا هي طالعه هي وياه كتقول له رد بالك الدم في الارض، رد بالك ما تصدمش في الدم، عزل رجليك. منين كيطلع غير كيشوف في الباب هو بالخلعه كيطيح له التليفون، تشتت له التليفونات الرخاصين. قالت له صافي انا غادي نجمع تليفونه. هزت التليفون، ها هي. قالت له انا غادي نتصل، بغيت غير نعرف الرقم ديال الشرطه شحال. قال لها الرقم ديال الشرطه قدا. اتصلت بالشرطه. الشرطه الو قالت لهم حنا بلاصه الفلانيه، السكن الاقتصادي، داك السكن الاقتصادي اللي كيكون في المدن اللي كيكون العمارات فيهم بزاف ديال البراطم. البلاصه الفلانيه راه عندنا في العماره جوج الناس ميتين، جوج الجثث ميتين. قال له في اين بلاصه؟ قالت لهم بلاصه الفلانيه. قال له واش الجهه اللي جيت الشاطو؟ قالت لهم الجهه اللي جيت الشاطو. التحقوا في الحين البوليس ومسرح الجريمه. المهم جاو كيديروا العينات ديالهم، طلعوا كيشوفوا شنو كاين. دخل باش دخلوا كيلقاو جوج الجثث. الجثه الاولى ديال راجل مكمش وداير الركابي ديالو جيت الفم ديالو ومكمش طايح على جهه الزربيه، والمراه هي اللي المشد ديالها كيخلع الرجلين ديالها جهه الباب، ولكن هي بلا راس، جثه بلا راس. دخلوا كيشوفوا الدار، كيعاينوا صحاب مسرح الجريمه شنو كاين في الدار. الدار باينه بانها دار ماشي ديال السكنه، دار فيها واحد جوج فوتويات، واحد الطبيله في الوسط، واحد الزربيه نحالتها، والطبله فيها شي حاجه ديال الماكله باقيه، بقايا ديال الماكله اللي هو الدجاج، واحد الكيس ديال اللي كيجيبوا فيه الماكله
مكتوب فيه داك الكيس الفصول الأربعة، المطعم اللي جابوا منه الماكلة. والدار خاوية ما فيها والو، الكوزينة فيها واحد الماكينة ديال التصبير من هادوك ديال البلاستيك العاديين، والكوزينة خاوية، داك المعنات قلالين، بيت النعاس فيه واحد الناموسية، واحد الكوفو الصغير، واحد المراية، يعني الدار خاوية، يعني الدار ماشي ديال السكنة. كيقلبوا شنو كاين، واش شي حد دخل باش يسرق، ما كاينش العلامات ديال السرقة. اللي ما كاينش ان هذيك الجثة اللي طايحة ما عندهاش الراس، والساك ديال المرأة ما كاينش، ما يمكنش حتى امرأة ما كتخرج بلا ساكها، بلا سوارتها، بلا تليفونها، ضروري كتخرج في يديها شي حاجه، ما كاينش شي حاجه كتدل على المرأة. يعني الراجل ملي مشاو كيقلبوا كيلقاو له في الجيب ديالو البزطام، وفيه واحد الصوره ديال واحد البنيته لاج ديالها شي 5 سنين، ولا كارت ناسيونال وشي 300 درهم، وكارت كيشي. منين كيشوفوا لا كارت ناسيونال كيلقاو السميه ديالو رشيد طلال، السن ديالو 37 عام، المهنه فرملي في واحد الطبيب ديال الحومه، ديال داك الحومه النيت، داك المدينه، واحد الحومه في داك المدينه فرملي، داك الفرمليه اللي كيكونوا كيعطيو الدواء. هي ما قدوش يتعرفوا عليها لحقاش الراس ما كاينش، ما عندهمش الوراق ديالها. هزوا الجثث المستودع الاموات، والشرطه كدير التحريات ديالها. سولو شكون اللي لقى هاد البلوله اللي عرف ان الناس ميتين تما. جا مول البيسري قال له نتايا واش انت اللي لقيتي؟ قال لهم لا، انا غير عندي حانوت هنا في الحومه، هاد السيده هي اللي عيطات لي وانا طلعت معاها. قالوا لها انت شنو كديري هنا؟ قالت لهم انا ساكنه هنا، ومني كنت هابطه في الدروج وانا هابطه كتبان لي الباب شويه مردوده وكيبانوا لي رجلين ديال المراه. تخلعت ولكن هبطت بشويه وهو كيبان لي الدم في الارض. فتحت رجليا شويه باش ما نقيش الدم، باش ما نصدمش، وفتحت الباب غير بالمرفق ديال يدي، وانا بالفتحه باش كنفتح الباب كنلقى المراه طايحه. تخلعت المراه ميته وراجل واحد ميت قدامها، والدم زطامي في الارض. جنبت زطامي وخرجت كنجري باش عيطت لهذا الراجل اللي هو عنده الحانوت في الحوم باش يجي. انا ما عرفتش شنو غادي ندير بوحدي. المراه قاده، المراه تصرفات بتصرف ديال الوعي ديالها مزيان، انها ما صدمتش في الدم، انها ما قاستش في الباب باش ما يبقاو لها بصمات ديالها لا والو. ولكن الراجل بالخلعه منين جا معاها هذاك مول الحانوت بالخلعه، التليفون ديالو طاح له من يدو. المراه موقته ولكن الراجل خايف. المهم قالوا لهم خصكم تلتحقوا معنا مركز الشرطه باش نديروا المحضر معاكم. وقال لهم شكون اللي مكلف بهذه العماره؟ قالوا له اللي مكلف واحد العساس هو اللي مقابل هذه العماره، كيقبض الكراوات هنايا وكيعس هنايا وكل شيء. فينا هو؟ قال نعتوا لهم، قال البوليس راه اصلا هو راه كان تما لحقاش الدنيا تحمرات بالبشر، جوج الناس ميتين ولا بيلونس، وهذا راه البشر عامر. عيطوا له قال لهم ها انا موجود. شكون انت؟ واش العساس الليل ولا النهار؟ قال انا عساس الليل، النهار راه كاين، ولكن انا فاش وقع هذا الشيء راني ما مشيتش بحالي، راني حاضر. انت اللي مكلف بهذا البرطمه؟ انا اللي مكلف بهذا البرطمه. البرطمه واش قال لهم؟ لا انا غير عساس، السوارت ديال واحد السيد ماشي من هذه المدينه، وعطني السوارت باش نبيع له الدار. وقال لي منين الدار طلعت له في راسو قال لي فكني بها باي طريقه، بيعها لي وانا غادي نتهلا فيك. ولكن انا الحكم هنايا في هذه العماره هذه الناس بزاف اللي كيكريو بالنهار وكاين اللي كيكري بالليله ولا جوج ولا هذا، والبراطم خاويين. كيجيو الناس كيقلبوا على الكرا. حط النمره ديالي في افيتو واتصل بيا هاد السيد من افيتو. شحال هادي؟ عيط لي وتفاهمت انا وياه، قالك باغي شي برطمه غير على قد الحال، وكنت كنكريلو ب 200 درهم، يعني ثمن رمزي، ثمن قليل. وانا كنقول كنتعاون مع راسي بهاد 200 درهم.
السيد باغي يبيع الدار ديالو مازال ما تبعتلوش، انا كنستافد منها. انت كتستافد منها بلا خبر الراجل. قال لهم انا اللي كنستافد لحقاش السيد عطيني باش نبيع له. داوه حتى هو. قالوا له عطينا الرقم ديال مول الدار، عيطوا لمول الدار، داروا البحث ديالهم معاه حتى هو. كيفاش انت، واش اللي كيبيع الدار كيعطيها السمسار ولا كيعطيها العساس؟ انا راني عطيها العساس، هو اللي قريب تما باش الا جا شي حد يشوف الدار هو اللي يحل الباب، لحقاش انا ماشي في هذه المدينه. داروا معاه البحث، لقاوه بانه ما عندوش كاع الخبر ان هذا السيد شنو كيدير. وهذاك العساس كذلك برئوا، قال لهم انا وما عندوش هو الخبر، انا اللي كنكريها. يعني السيد اعترف وما ورطش مول الدار معاه، ولو انه كيدير كيكري بلا خبر. المهم على الاقل عنده واحد شويه ديال الضمير انه قال الحقيقه. منين داو الجثث لمستودع الاموات، مشاو كيشوفوا في الناس اللي المتغيبين اللي كيدوروا عليهم العائلات ديالهم. لقاو بان واحد 3 د المتغيبين هما اللي عندهم كيقلبوا عليهم. بنت صغيره عندها شي 5 سنين، ومراه كبيره تقريبا عندها شي 60 سنه ضايعه هي تالفه، وبنت اللي مازال صغيره بين 20 و 30 عام. منين كيشوفوا هذيك السيده لقاو بانها متغيبه، الام ديالها كتقلب عليها. هزوا الرقم ديال الادريسه ديالها واتصلوا بالام ديالها. مشاو عند الام ديالها قالوا لها واش نتيا اللي جيتي درتي تبليغ على ان البنت ديالك ضايعه؟ قالت لهم قال لها شكون اللي معاك هنايا؟ قالت لهم انا معايا الراجل ديالي، راجل كبير معدوم، انا اللي مقابله كنخرجوا غير قدام باب كيجلس في الشميشه نولي ندخلو، والابن ديالي ما كاينش مع داك واحد الناس اللي كيقولوا اخوان المسلمين، ولا ما عرفت ان هذوك الناس اللي كيديروا الخير واحد الجماعات، انا ما عارفه والو. كيقول لك هو غادي مع داك الجماعات، ما عايش معايا. فوقاش ما جاش هذه شحال هذه ما شفتوش، هذه شي سيمانه ولا اكثر، ما عيط لنا ما والو. قالوا لها صح يلا هي تمشي معنا، بغينا تشوفي واش تعرفي على البنت ديالك، عندنا شي مشكل. قالت لهم البنت ديالي شطر ولا شي حاجه؟ قال لها لا تمشي معنا وتعرفي شنو كاين. منين داو السيده داوها مسكينه كيديوها للمستودع ديال الاموات. السيده غير شافت راسها فين ماشيه، رجليها كيرجعوا للور. السيده القلب ديالها بغى يسكت لها، عندها غير داك البنيته مخلوعه مسكينه كتقول لهم فين تديني. قالوا لها دابا غير يلاه تشوفي. انا لا شوفي، حنا ماشي كنقول لك انا شوفي، ربما ما تكونش البنت ديالك. هي ما قالولاش بان البنت ديالها هذه راه تكون البنت ديالها، ما قالوش بان هاد الجثه راه ما عندهاش الراس، بينوا لها غير رجلين ديالها. هي غير شافت السيده رجلين وهي طاحت على وقفتها، بقات كتغوت كتقول لهم بنتي بنتي بنتي، انا هذه بنتي انا عرفتها، شنو وقع لها؟ المهم السيده انها تخلعات مسكينه بواحد الفجيعه اللي طرات للبنت ديالها. خلاوها على ما تراجعات. واش هادشي اللي طرا لبنتك؟ فين كتمشي فين كتجي مع من كتعاشر؟ شكون صحاباتها؟ قالت لهم انا ما بنتي خدامه على راسها، بنتي خدامه في الفريز، هذا ما يكون غير ولد هنيه. شكون هاد ولد هنيه؟ ولد هنيه واحد الولد اللي ان البنت ديالها خرجوها من المدرسه على القبل ديالو، لحقاش هو كان كيتبعها كيقطع عليها الطريق. ومنين كبرات شويه وباها عيا وخرجت تخدم، ولا كيسكر وكيجي كيهرس عليهم الباب. الاخ ديالها ما كاينش، مشات تبع داك الهيت ديالو، وهما بقاو حاسين معاه. دائما كيتهدد مع عليها، دائما في المشي والمجيه في الطريق كيقول لها انا غادي ندير لك، كنفعل لك، حتى واحد ما غادي يتزوج بك، راني غادي نقتلك الا عرفتك مع شي واحد. دائما كيهدد فيها. قالوا لهم البوليس وانتم عايشين في هذا الرعب وعندك ولدك، علاش ولدك ما يوقفش هذا الشيء ولا تجيو للشرطه؟ قالت له سيدي حنا غير ناس مساكن. والسيد غير كيهدد. قلت انا ما يمكنش يدير شي حاجه، ما يكون غير هو اللي قتل لي بنتي. مشاو البوليس قبطوا ولد هنيه، لقاوه في راس الدرب مع دوك الدراري كيكونوا في الحومات جالسين. بالوقفه اللي وقفوا عليه لقاوه كايبرم في يديتو واحد داك الكارو وداك الشيء. المهم شافهم رمى داك الشيء بيديه تخلع، حسابهم يقبطوا على الحشيش. قال لهم الشيف انا ما كاين والو، راه ما عندي والو. قالوا له حنا ما جايينش على هذا الشيء، نوض تمشي معانا. داوه بقاو كيحقوا معاه.
قالوا له شنو بينك وبين البنت اللي في الحومه ديالكم اللي سميتها سميره؟ قال له انا سميره كنعرفها وكنبغيها وباغي نتزوج بيها وبنت حومتي ما بيني وبينها والو. قالوا له البنت سميره لقاوها مقتوله ومحيد لها الراس ديالها، شنو درتي فيها؟ قال لهم انا ما درت فيها والو. المحققين قبطوه لحقاش الام ديالها هي اللي شك فيه هو وكتهمه هو. البوليس واحد كيقبطو وواحد كيشدو، ما خلاوش يرتاح باش يعترف، باش يخرجوا منه الاعتراف. هو كيقول لهم انا ما قتلتش، انا ما درت والو، انا ما عندي حتى شي دخل بهاد القضيه هذه، انا ما عارف والو. السيد تهد بالاستجواب والو، لدرجه انه باغي غير ينعس، كيقول لهم بغيت غير نعس، كيقول له والو، خصنا نعرفوا بعدا شنو كاين ديك الساعه عاد نعس. يومين ما نعش، لا غدا البوليس فرحانين في المركز ان الاعتراف، السيد اعترف، شكون ولد هنيه اعترف، شنو اعترف هو اللي دارها. لسان البوليس ملي كيعرفوا المجرم ملي كيعترف كيفرحوا، كيقولوا انهم حلوا القضيه. قالوا الشاف ديالهم ان راه هذاك ولد هنيه راه اعترف. قال لهم الا كان اعترف خصكم تكملوا القضيه كامله. الراس ديال الجثه فينا هو، خصو يوريكم الراس الجثه واداه الجريمه الموس باش قتل. قالوا له غادي نكملوا معاه. عيطوا له، السيد كيطيح بالنعاس، نوضوه ما مكملش النعاس. قال لهم اين راس؟ السيد ما عارفش حتى اصلا السيده ميته ومحيد لها راسها. انا ما عارفش، ما خلاو، ما داروا معاه المستحيل. قال لهم انا قتلت، ولكن انا ما قطعت لهاش راسها. عرفوه بانه ماشي هو، القضيه غادي يبداوها من ازيرو. عيطوا للعساس قالوا واش انت شتي شي حد خارج شي داخل؟ هذا بداو كيشوفوا في الحومه، كيديروا التجواب مع الناس ديال كيبحثوا مع الناس ديال الحومه. وواحد السيد في الحومه قال لهم انا راني شفت واحد الولد اللي هو كنقولوا له مونامي، اللي سميتو يوسف. راه العساس كيخليه يجلس هنا في الموبل، كيجلس هنا وكياكل مع الناس هنا الحومه، كل واحد شنو كيعطيه، وكيجلس هنا نهار الجمعه كيعطيوه كسكسو. راه شفتو خارج من الموبل في الصباح كيجري. قالوا العساس فين كيكون؟ كيقول لهم كان كيكون هنايا كيتواجد هنا، بعض شي مرات كينعسي في العماره، في باب العماره. قلبوا عليه ما لقاوش. كي داير؟ قال لهم العساس انا راه فايت خديت له واحد التصويره، كان كياكل كسكسو من واحد الكسعه ديال الكسكسو قصريه، غنوريه لكم. وراهم التصويره من تليفونه. بقاو كيقلبوا عليه، قلبوا عليه غير في المدينه، دغيا لقاوه مع دوك الدراري الافريقيين اللي كيكونوا في السطوبات كيسعاو وكيبغيو يحرقوه. كل مره كيطلع باش يحرق كيولي يرجع، وكيتانيلا داكشي وكيولي يرجع، حتى شي نهار كتعطف لهم مع دوك النوع ديال داك الافريقيين اللي كيكونوا كيسعاو كيبغيو يحرقوا لاوروبا. قبطوه، قالوا له انت عايش في هذا الحي هذا، علاش شحال هادي منين وقعت الجريمه ما بنتيش؟ قال لهم انا ماشي هو سينيغالي ودخل على طريق موريتانيا، وتقريبا 8 سنين وهو في المغرب، كيعرف شويه العربيه، يعني اللهجه المغربيه كيعرف الكلمات كيهضر معاهم. قال لهم انا ماشي مغربي، وانا غير جاي لهنا باش باغي نحرق لاوروبا، وخفت وقعت هذيك جريمه وشفت داكشي اللي طرا تما. انا خفت لحقاش انا ماشي ولد البلاد وتلصق فيا، انا ما داير والو. كيفاش نتايا ما داير والو؟ علاش هربتي؟ قال لهم انا كنت ناعس، كنت تما وانا كنشوف واحد السيد عنده اللحيه وضعيف وخارج كيجري من الموبل وفي يدو موس وواحد الكيس، وانا فاش شفت داك الموس وهذا عرفت بان شي حاجه، والزطيب ديال الدم منين شفتو كيجري وطليت على الدرج لقيت الدم، خفت وهربت. قلت منين شفت داك الموس عرفتو بان هذاك راه قتل شي حد، وانا هربت ما بغيتش نولي نرجع باش من قلت حتى واحد ما شافني. تحفظوا عليه، قالوا بانه هو اللي قتله. ولكن هذا السيد اللي عنده اللحيه وهو واحد البوليسي، كاينين البوليس اللي كيكونوا انتيليجو يعني موقدين، صار له انتباه للحياه. هو كيتفكر الام ديال داك البنت كتقول لهم بان ولدي من داك الناس اللي كيمشيو مع داك اللي كيديروا الاجار، داك المجموعات الاسلاميه وداك الشيء. قالوا لها اجي.
عيطوا للام ديالها قالوا لها ولدك داير الحيه، قالت لهم داير الحيه. كي داير؟ قالت لهم كي داير كي داير. فينا هو؟ قالت لهم في المدينه الفلانيه، انا ما عارفاش. عيطوا له في التليفون، ما كيجاوبش في التليفون. مشاو البوليس لداك المدينه، داروا التحريات مع المقدمين ومع الناس اللي كيكونوا كيعرفوا هنا وهنا وكيبحثوا. قلبوا على داك المجموعات، واحد السيد كي داير كي داير، حتى وصلوا لواحد الفقيه ديال الجامع مع دوك اللي كيكونوا دايرين داك المجموعات. اتصلوا به، واش كتعرف واحد السيد وجايبين التصويره ديالو من عند الام ديالو. قال لهم كاين، راه في البلاصه الفلانيه. مشاو يديروا شي اجر، خلطوا عليه، قرقبوا عليه، جابوه قلبوا له حويجاتو، وهما كيلقاو في الحوايج ديالو هادوك الحوايج اللي نعتهم به داك افريقي. اشنو كان لابس؟ لابس برودكار، واحد الكبوط، اللون ديالو كي داير. لقاو عنده داك المواصفات اللي ذكرها داك الافريقي. وفوق هادشي كامل، ملي كيقلبوا له الجياب ديالو كيلقاو عنده واحد الورقه ديال المركوب اللي تقتلات فيها الاخت ديالو داك النهار. مشى ورجع في نفس النهار. منين داروا معاهم التحقيق لداك الاخوه اللي معاه، قالوا له هذا سافر للمدينه ديالو عند ام ديالو. سافر نهار الفلاني، طلب لنا الفلوس، قال كيمشي يشوف الام ديالو، يعطيها شي حاجه، شي بركه الفلوس وعيانه، ويشوفها ويرجع. يجلس معها شي نهار لا يومين، يرجع ساعه. مشى وجا في نهارو. ملي قلنا له علاش رجعتي، قال لهم راه لقيت الوالده في امان الله وحفظها، دورت معها وجيت بحالي، الامور هانيه، انا جيت لخدمتي، انا كنبغي ندير الاجر. كتبغي دير الاجر. المهم هما جايبينه في الطريق، وهما ما خلاوش يرتاح نهائيا. الطريق كامله وهما معاه في الهضره، وهما في الاستجواب، لان لقاو عنده دلائل. هذيك الورقه ديال المركوب في داك النهار شنو مشيتي دير في داك المدينه. منين حاصروه ووصل معترف منضي ومفضي. قال لهم في الطريق انا واحد السيد من هاد الاخوان ديالنا كان كيتصل بيا دائما، كيقول لي الاخت ديالك كتعرف واحد الفرملي ها فاين وكتمشي معاه كل ويكاند لواحد الدار، ودابا خصك دير الحل، خصك تغير المنكر. انت راك انت الاخ ديالها، والمنكر خصك تغيره، وهذه المهمه ديالك في الحياه وهذه. وبقى كيقول لي هادشي دايما، وكيقول لي راني شفتهم. وهاد السبت هذا عزمت وقررت وصافي. والسيد عيط لي قال لي راه اختك في البلاصه الفلانيه، وداكشي اللي درت، جيت موجد وجبت الجنويه ومشيت، وراني قال لي في العماره فين. مشيت مباشره، غفلت العساس وطلعت مخبع، ودقيت على داك البرطمه. اول ما دقيت السيد حل لي حسابو، راه العساس جايب له شي صخره ولا شي حاجه. اول ما حل ضربته، بقيت كنضرب فيه، ما تشطرتش معاه، بقيت كنضرب فيه. تقريبا ضربته ما عرفتش واش 5 ولا 6، وفعلا لقاو فيه 6 ديال الطعنات، 2 القاتلين اللي مات بيهم. وهي جات كتهرب، بقات كتغوت. جريت بها واحد الموكيط وطاحت وتكيتها. بلا ما نكمل لكم شنو دار، لحقاش هما لقاو الصدمه ديالو على الكم ديالها، هي ما مضروباش في الذات ديالها، حتى ضربه بالموس. هو بحال اللي ضحى بها، قال لك بغى يغير المنكر. وحلالا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه لا يعقل الفكر ديال الانسان فين كيوصل في هذا الوقت هذا، ومثل هذا الجهل. شنو غادي نقول لكم؟ هذا الولد هذا اللي سميتو سعيد تحكم بالمؤبد، والام ديالها واللي هي الام ديالو، واحد مشى للحبس مؤبد غبر، والبنت مسكينه ماتت. وقال لهم فينا هو الراس. نسيت بانني قال لهم فينا هو الراس، بان فاش خرج من تما مشاو لواحد الغابه ديال الكاليبتوس، وحفر ورمى الراس، ورمى الموس، ورمى الصك ديال الاخت ديالو اللي فيها اللوازم ديالها ولا كارطو كلشي رمى تما وراه لهم. المهم هاد السيده هادي مسكينه هي اللي بقات ما عندهاش اللي غادي يخدم عليها، مرا كبيره وراجلها مريض وراجل كبير، وترزات في 2 وليداتها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعجبكم القصص ديالي، كنحاول ما امكن نلخص ونقلل في القصه وتجيكم زوينه، نتمنى تعجبكم.
وشكرا على المتابعة.